خليني أسأل عن الموازنة الثلاثية، يؤخذ عليها أن فيها عجز كبير، خالية من رؤية حكومية لتعظيم إيرادات الدولة والتركيز على النفط فقط، إضافة إلى أنها استنزاف لأموال الدولة. نعم. هو أصل الموازنة الثلاثية جاء من خلال قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019. يعني في سند قانوني كان ما متوفر، لذلك كنا نلجأ للموازنة السنوية. هذا واحد. اثنين، اليوم كنا يعني بما فيهم المواطن قبل لا تكون المشكلة مشكلة الوزارات، احنا دائما نوصل للشهر 11، نهاية الشهر 11 تصاب الوزارات بالشلل، حتى المواطن يراجع يقول له عود على الموازنة. هذا أبسط رد. ننتظر الموازنة، ندخل للسنة الجديدة راح يشرعون الموازنة، خلينا ننتظر تطلع من الحكومة تروح للبرلمان. فالعملية كلها مو أقل من 6 أشهر. في كل سنة الدولة تخسر 6 أشهر. 6 أشهر عمر زمن مشروع في كل دول العالم في كل القياسات. 6 أشهر طبعا في كل السنوات. هسه خلي نراجع أنا كل الموازنات 6 أشهر إنها نخسر، فترة طويلة. لكن هل هذه الموازنة الثلاثية راح تحد من الفساد وسيطرة الأحزاب، بعض الأحزاب على مثلا المحافظات، موازنات الوزارات مثلا، أم راح تفتح المجال لفساد أكبر؟ نعم. حتى نجاوب على الشق الأول وبعدين ننتقل، لأن هو الفساد راح يتواجد بموازنة أو بدون موازنة. زين. إذن عندنا حاجة أنه نروح لموازنة متوسطة المدى، فيها رؤية، فيها مشاريع. أغلب المشاريع اللي طارحيها الآن في الموازنة مشاريع الكهرباء، مشاريع المستشفيات، مشاريع الصحة الأخرى، مشاريع الخدمية، كلها تحتاج سنة سنتين 3 معدل. إذن ديمومة واستمرارية. موازنة ثلاثية يعني استقرار مالي، يعني رسالة إيجابية للقطاع الخاص. كل المؤسسات المالية الدولية دائما تنصح كل الحكومات السابقة أنه الوضع الخاص، الوضع العراقي الاقتصادي السياسي المجتمعي يحتاج موازنة متوسطة المدى. هذه الخلاصة دفعتنا أنه نتخذ هذا القرار ونذهب إلى الموازنة الثلاثية. في كل سنة طبعا وفق النص القانوني السنة الأولى وجوبية، والسنوات الثانية والثالثة استرشادية. يعني في نهاية السنة احنا نرجع للبرلمان، نرجع للبرلمان على ضوء التقديرات الإيرادات، لأنه ما ممكن هذه الإيرادات راح تبقى أسعار النفط، إيرادات أخرى، توزيعنا للموازنة مو كلها لهذه الوزارة أو تلك المحافظة. فإذا أكو إعادة للدراسة أو التعديل وفق ما نص عليه القانون. هذه الموازنة فيها رؤية، مو تفتقر إلى الرؤية، بالعكس. واحد من أسباب تأخيرنا أنه كيف نوائم البرنامج الحكومي مع الموازنة، وهذه الإشكالية اللي رافقت كل الحكومات السابقة، أنه البرنامج والمنهاج الوزاري في واد والحكومة وموازنتها في واد آخر. لا، هالمرة احنا أولوياتنا 5: الفقر والبطالة، الخدمات، الإصلاحات الاقتصادية، الفساد. الآن أنا مستعد كل أولوية أقول لك وين موجودة في الموازنة، وراح أخذ واحدة حتى ما أخذ الوقت. من أجي أقول مكافحة الفقر، عندي 3 أنشطة بالموازنة. أولا التوسع في الشمول، عندنا بحدود 600 إلى 700 ألف راتب راح نشمل، وبدأ عملية البحث الاجتماعي. 2 حسنا من مفردات البطاقة التموينية الموجهة لهذه العوائل، وهذا من زمان كنا نتحدث كون البطاقة التموينية تقتصر على فقط المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. إذا حسنا من الوضع الغذائي للعائلة الفقيرة. هذه الأرزاق الجافة اللي نسميها ما راح يشتري خارج الحصة اللي موجودة، اللي هي كانت فيها نوعية وكمية. 3 انطينا إعانة نقدية للتلاميذ لأبناء هذه العائلة، وهذا جدا مهم
حتى نمنع توارث الفقر في العائلة. بالموازنة القادمة عفوا في هذه الموازنة، نعم دولة رئيس؟ نعم في هذه الموازنة ننطي لأبنائهم من التلاميذ والطلبة، وعندنا قوانين معطلة من حتى التلاميذ والطلبة نعطيهم حتى يكملون دراسة. إذا ما راح نخلي هذه العائلة الفقير تحرم من إكمال الدراسة، وهذا جانب مهم. 4 ضفنا صندوق دعم المناطق الأكثر فقرا وفق مؤشرات وزارة التضامن. إذا عندي معالجات، يعني بكرة أنا ما راح أتحدث أقول مكافحة الفقر وانتهت، لا عندي معالجات عملية في الموازنة. ولكن بقيت الإيرادات نفطية فقط. نعم هذا التحدي الثاني، وهذا يعني احنا لا يمكن ان نعتمد فقط على مسألة النفط كإيراد وحيد، لازم نحسن من إيراداتنا واحد، ونخفض من موازناتنا او صرفياتنا في مواطن اخرى. مثلا احنا نستورد الغاز والكهرباء مو اقل من 10 تريليون بالسنة. ليش؟ احنا بلد نفطي، الغاز يحرق، المشتقات النفطية، ليش ما نسوي مصافي؟ ليش ما نأهل المصافي؟ وعندنا أيضا عمل في هذا الجانب، هذا خارج الموازنة. احنا من بدينا في جولة التراخيص ال5 وأطلقناها، ونستعد لجولة التراخيص ال6 وعقد توتال، هذه كلها بهدف استثمار الغاز حتى نقلل الأموال التي ترصد في الموازنة. قضية مكافحة الفساد، أينما توجد الأموال سوف تكون هناك أيادي الفاسدين ممدودة وتحاول استحواذ وعرقلة، وهذا تحدي، وهذه أيضا مهمتنا وتندرج ضمن ملف إجراءات مكافحة الفساد.